النهاردة بقى جايبالكم وصفة هتتبسطوا قوي من أول ما تشوفوها، والأهم من ده كله إنها هتتخطف خطف من حلاوتها. أنا سميتها كرات الدهب، ولكن هي أصلها برتغالي واسمها كمان الأصلي بومبا ساندويتش. وبصراحة بقى هي قنبلة طعم وقرمشة مش طبيعيين ومش هتقدروا تقاوموا حلاوتها. بس كالعادة قبل ما نبدأ الفيديو، لو لسه مشتركتوش في قناة اليوتيوب أتمنى دلوقتي تروحوا تشتركوا وتعملوا لي لايك وشير للفيديو ده. وفي طبق يكون واسع شوية عندي بحط فيه كوباية من الحليب الدافي وحبتين من البيض وتلت كوباية من الزيت. بحط كمان معلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح، وبنفس المعلقة الكبيرة بحط خميرة فورية. وبالمضرب اليدوي بخفق بقى الكلام ده كله مع بعضه كويس لحد ما البيض والسكر والخميرة يختفوا عندي تماما. بعد كده بكون مجهزة من 4 ل5 كوبايات من الدقيق. بضيف الأول 4 كوبايات من الدقيق بالشكل ده كده، وأسيب كوباية على جنب كده احتياطي لو احتجتها بعدين هضيفها. ودايما نضيف الدقيق كده على السوائل بالتدريج علشان ما نحتاجش سوائل تانية ونضيفها في الآخر. نوعية الدقيق اللي كانت عندي ما بتتشربش السوائل بسهولة، فأنا هضيف الكوباية اللي أنا كنت سايباها احتياطي على جنب كده، فكده مقدار الدقيق اللي أنا ضفته 5 كوبايات. ممكن الدقيق اللي عندك يكون نوعيته غير اللي عندي، فممكن تضيفوا بس 4 أكواب ونص وتبقى العجينة برضو تمام. فده بيكون على حسب نوع الدقيق اللي انتوا مستخدمين. بنلم بقى العجينة في السوائل كويس قوي لحد ما الدقيق عندي يختفي، وبعد كده باخد العجينة الحلوة دي واخدمها كويس بقى على السطح. يعني بنعجنها زي اي معجنات تانية، بنخدمها كويس قوي لحد ما توصل عندي بالشكل ده وتبقى ناعمة كده وطرية وشكلها حلو قوي. بندهن الطبق بالزيت وبندهن وشها كمان وبنغطي عليها بفوطة وبنسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر ويتضاعف حجمها. وفي الوقت ده بنحضر بقى الحشوة اللي هنحشي بيها العجينة. صدر فرخة بقطعه كده لشرايح صغيرة، وفي طاسة بقى سخنة على النار من غير زبدة ولا زيت ولا أي حاجة. بس أهم حاجة الطاسة تكون ما بتلزقش، لو بتلزق هتحطوا معلقة زبدة أو معلقتين ولا حاجة من الزيت. وأول ما بتاخد صدمة كده حلوة أو لون واحد كده بننزل عليها بالتوابل: مرق الدجاج وفلفل أسود وبابريكا وشطة وحوالي كده معلقة صغيرة من الملح ورشة قرفة وكمان معلقة صغيرة من السكر. وأول ما التوابل ريحتها تطلع كده ونشمها بنضيف حبة بصل متقطعة له صغير، وكمان بنحط جزراية مبشورة وشوية كده من الزيتون المتقطع ومعلقة كبيرة من هريسة الفلفل الأحمر ومعلقة كبيرة من دبس الرمان ومعلقتين كبار كده من الزيت. وبقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه، واخر حاجة بحطها شوية كده من الجبنة الموتزاريلا، او ممكن تحطوا معلقتين كده ولا حاجة من الجبنة الكريم، وبنقلبهم مع بعض. وممكن كمان كده في الاخر تحطوا ورقة كده من اللوري. وبنسيب بقى الفراخ دي تستوي كويس قوي وتتشرب السوائل بتاعتها وبعدين نطفي عليها. بنسيب بقى الحشو على جنب كده ونروح للعجينة بعد لما اختمرت. بنديها كده بوكس محترم، وبعد كده بناخدها بقى نقطعها لكور صغيرة. بنقطع كده الكور على طول بإيدينا، وبعد كده بنبتدي برضو نكورهم ونظبط شكلهم، ونحاول على قد ما نقدر نخلي كل كورة والتانية يكونوا مقاس واحد. بنكورهم بقى بالطريقة دي، والزيادة بنشيلها على جنب ونحطها تاني على بعض ونعملها كمان كورة من العجين زيادة معاهم. بنخلصهم بقى كلهم بالشكل ده وبعدين نغطي عليهم علشان وشهم ما ينشفش. وبناخد بقى أول كورة على طول كده ونفردها ما بين ايدينا علشان بس نقدر نحشيها كويس. ما نفردهاش بسمك رفيع قوي، يا دوب كده بنفرد حاجة بسيطة علشان بس نقدر نحشيها. بنبتدي كده نحط معلقة من الحشو الفراخ وشوية من الجبنة الموتزاريلا وبنقفل بقى كويس قوي. طريقة تشكيلهم في منتهى السهولة وما بياخدوش أي وقت مننا خالص. أهم حاجة نقفل العجينة كويس قوي من تحت علشان ما تتفتحش معانا وقت السوا. وبنظبط بقى شكلها على شكل كورة كده منتظم شوية. بنخلص بقى العجينة كلها بنفس الطريقة
وعندي بقى الخليط أو الcover اللي غطينا بيه العجينة من برّه، عندي بس حليب وبقسماط، ممكن تحطّوا كمان بيضة في الحليب معاها كده شوية من الفلفل الأسود، ولكن أنا استكفيت بالبيض اللي موجود في العجينة في الداخل، ما احتجتش أحط بيض خالص في اللبن. بابتدي بقى أغطّس العجينة في اللبن كده وبعدين أغلّفها كويس أوي بالبقسماط، وعلى طول باخدهم بقى على زيت سخن على نار تكون أقل من المتوسطة علشان نضمن إن العجينة عندي تستوي بشكل كامل. أول بقى ما بنحس إن العجينة نفشت عندي كده وخلاص أخدت لون من تحت، بنقلبها على الوش التاني، وطول ما احنا واقفين كده نقلبها على كل جهة لحد ما تاخد اللون الذهبي اللي شفتوه في الأول. هو ده اللون الذهبي الجميل اللي عايزين نوصل له. بعد كده بقى بنشيلهم من الزيت ونحطهم بقى في مصفى أو على شبكة علشان يفضلوا كده محتفظين بالكفر المقرمش اللي بره ده. شوفوا بقى ما شاء الله الجمال واسمعوا لي الصوت الحلو قوي ده. عايزة أقول لكم إن الوصفة دي من الوصفات اللي هتنبهروا بيها وهتعملوها مرة و2 و3 كمان. وصفة مش عادية خالص، دي جميلة ولذيذة وطعمها حلو قوي قوي، وهتتبسطوا كده من أول قطمة وهتقولوا الله إيه الحلاوة دي. هتخلي البيت كله يتلم حواليكي كده وانتي بتحضريها لسه ويقولولك ايه الجمال ده. العجينة هشة وخفيفة قوي ومستوية كمان، والحشو اللي جوه ده مديها طعم رهيب. ده غير بقى الكفر المقرمش اللي بره ده، يعني مقرمشة من بره وطرية من جوه، والحشو كمان طعمه حلو قوي. وحقيقي دي من الوصفات اللي هتتبسطوا قوي وانتوا بتعملوها. وبس كده الفيديو يكون خلص. هستنى بقى رأيكم في الكومنتات، ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسونيش في اللايك والشير وتعملوا لي اشتراك في القناة لو مش مشتركين، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة يا حلوين.